هتبقى مصيبه لو فاكره ان المشكله في بطنك، المشكله في طريقه تفكيرك. تعالوا نشوف. المايند سيت بتاعتي في 6 شهور دول اتغيرت تماما. انا بجد كان همي الوحيد ان انا عايزه احرم نفسي من كل حاجه وعايزه اخس بس. الموضوع نفسيا ما كانش ألذ حاجه. عانيت بطريقه صعبه في حوار الايتنج ديس اوردر ده، كان بجد بطريقه مش طبيعيه. بس طبعا الحمد لله ده كله ما بقاش موجود. حسيت ان هو ده اصلا لما بدات، اللي هو انا بجد كنت بعمل ايه. المفروض ده يكون لايف ستايل بتاعي، المفروض دي حاجه في الروتين بتاعي اصلا يعني كل يوم. حتى لما بقيت ان انا الجامعه حرفيا كل يوم وطول اليوم بره، حسيت برضو ان ده لا، انا مش عايزه اهمل في نفسي ومش عايزه اهمل صحتي. بقيت اعمل وجبات بالاسبوع عشان اعرف اخد لانش بوكسز معايا. انا حتى غيرت روتين يومي كله، بقيت اصحى بدري عشان اعرف اتمرن وافطر قبل الجامعه واكمل يومي عادي. وبجد الموضوع نفسيا فرق معايا تماما. ما كنتش اتخيل ان انا اوصل للبوينت دي، ان انا ابقى ساتيسفايد حتى في شكلي في اللبس. الموضوع ده كان بيضايقني جدا عامه. وما كنتش متخيله برضو ان انا احس اللي هو مش فارق معايا دلوقتي انا الميجرمنتس مثلا بتاعتي اختلفت ولا لا ولا اي حاجه. انا فارق معايا ان انا باكل صح ومخليه بالي من نفسي ومن صحتي. يعني يمكن اكتر حاجه اثر عليها اصلا هي نفسيا. عقبال ما انزل لك فيدباك جميل زي ده كده، اقول لك على حاجه، اقري الكابشن اللي تحت.